ساعة الخصام قال أصل البعيد معيوب، ولو إنه لو اعتقل كل البشر معيوب، ولو بص في مرايته هيعد برضه عيوب، بس الخصام بطال ما يشوفش إلا عيوب. لما الخسيس يعلى يبقى الزمن مقلوب، لما الصحاب تغدر ما تقولش مين مغلوب. طبع البشر قلاب وكل شيء مكتوب، افهمها مرة وتوب قبل ما يجي الموت تقوم تموت معيوب. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الادب. النهاردة معانا الشاعر احمد عبد الوهاب الشهير باحمد الجميلي. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا محمد. انت من اسوان؟ من اسوان. طيب بداية عرف نفسك للجمهور بطاقة تعريفك اللي تحبها. انا اسمي احمد الجميلي، من اسوان، بدرس في كلية هندسة، بكتب شعر عامية. بكتب شعر عامي وشعر فصحى و يعني تمام. انت مشترك في ندوات وجمعيات كتير، امسيات شعرية وندوات، عضو نادي ادب اسوان، عضو النادي المصري بيت الشعراء، عضو ارت فيجن للثقافة والفنون. بتظبط مع الندوات دي وفي نفس الوقت الفيسبوك بالزبط. ليك اعمالك وليك انتشار. صفحتك اسمها على الفيسبوك؟ اسمها الشاعر احمد الجميلي. الشاعر احمد الجميلي الصفحة الرسمية. تمام. انت بدايتك في الشعر كانت امتى؟ والله بدايتي يعني زي اي بداية عادية لأي حد موهوب. يعني البداية بدأت غير تقليدية، ان انا يعني بدأت ان هي من انا وصغير. كان في استاذ مهتم بيها في المدرسة، كان بيشجعني ان هو يطلعني في الاذاعة اقول شعر مش بتاعي، بس كنت بطلع وما بخافش من الناس، وكنت بقول شعر واخدت الثقة. فبدأت العمليات ان هي من مرحلة لمرحلة تبدأ ان هي تتطور، تبدأ ان هو الموضوع لا ياخد اهتمام اكتر. بدأت ان انا ابحث، بدأت في الاعدادي ان انا كبرت، اي حد بيقول شعر ان انا اتشد له، بقيت ادور على كتب شعر اروح اشتريها واقراها، بقى الموضوع فيه اهتمام اكتر عندي. يعني بدأت ان انا اتشد للشعر اكتر. اول ابيات كتبتها كانت ايه؟ دي ما بتتنسيش؟ اول ابيات كانت في مرحله الثانويه، يعني في ثالثه ثانوي كده. فاكرها؟ يعني ما بتتنسيش. بقول لك اول ابيات بنكتبها يعني كانت بدايات، كانت بدايات. ايه الموضوع اللي دخلك انك تكتب؟ يعني زي طبعا يعني هي كانت مرحله اللي هي الاصدقاء والبعد والغربه، والناس هي بتبعد مره واحده، بتكونوا اصدقاء مع بعض، وان كنتوا بتبعدوا، وان كنتوا فديت بتاثر فيك جامد ان انت يكون حد معاك من انت وصغير كده. نرجع برضو لسؤالنا، اول ابيات كانت ايه؟ وخلينا في مش فاكرها خالص؟ لا يعني ممكن اكون فاكرها، بس يعني انا شايف ان انت حاسس انها كان مستواها رتوش؟ هي كانت بدايات يعني زي اي بدايه. مشكله ما كل بدايتك كانت رتوش، ما القلم لازم بيجري على الورق، بيبقى خطه بيبقى حلو بعدين. يعني كانت بتقول مثلا، بتقول صعب عليا فراقه بجد، صعب عليا فراقه وملوش حد، جد ما اقوله وجد ما اعيد، عمري ما هوصف بالتأكيد، احساسي اكيد، ما هو باين بالتأكيد، من غير كلمة ومن غير حرف، من غير نظرة ومن غير هتف، كنت بجد، كنت اعز اصحاب وقرايب، كنت حبايب، كنت النسمة، كنت البسمة اللي بتجري ويا الصخرة، اللي بتجري ويا الحرب تعدي الصخرة، تجري تعدي بحور وبحور وتلف الدور وتدخل جوه القلب، احييته القلب بكل ما فيه من معنى الصدق ومعنى الحب، من غير غش ومن غير كذب. يعني حاجات زي كده. دي كانت بدايتك؟ دي كانت. طب دي جميله، يعني انت كنت بدايتك كويس مش وحش. يعني بدات ان انا بشكل واعي اكتب. ننتقل في الكلام ده كان سنه كام ولا عندك كام سنه؟ دي كان مثلا من 5 سنين او 4 سنين. دي كانت بدايتك من 5 أو 4 سنين. طيب ننتقل من بدايتك من 5 و4 سنين للاحداث الحاليه وللثوره وللشعر. انت عبرت عن مصر في عمل اسمه الصفصافه، ونزلته على الفيسبوك، ولقى
تشجيع من ناس كتير واعجاب كبير. نسمعه منك. انا عملت حفلات بدوت، يعني انا نزلت في حفلات نزلت حفلات بالصفصفه. نزلت حفلات قصيده الصفصفه. طب نسمعها منك. بتقول قصيده الصفصفه، تقول بحبك شجرة الصفصاف في يوم طرحك، ولملم جرحك المفتول بأحزاني، وجب لك كم هدايا عطور في يوم فرحك، وجند نفسي جند نظام لأوطاني. يا شاهد الحزن والأفراح أنا شهدك، يا نسمة شمسنا الصافية في بستانك وألوانك، يا محلى لبس فستانك، يا سر الضحكة وقت الحزن، يا فرحة بيتنا في اللمة، ولما الموجة بتبلل أراضيكي بتلمع عينك الحلوة، وأنا بقولك 200 غنوة لكن والله ما يكفيكي. بحبك موجة عالمينا، وأحبك رملة في الصحراء، وخف جمالنا جنبينا، نجي نعطش يحملنا ويسقينا. بحب كلامي في عينيكي يصبرني ويشجيكي، يغنيلك في ترحالك يا ساحر القلب بجمالك، يا محلى لبس خلخالك أنا رايح لسيخالك. جمال أحمد أنا طيب وأصلي في الهوى عالي، سلامة قلبك الطيب يا ريح شلالنا في الوادي. يسافر قلبي وأنا قاعد وصدق لما بيعاود مجنني، كلام الناس على فرقنا مهاممني، وقمحك هو لونك وشكلك جوا شكلك، وفي مشاكلك كنت خايف أصلي شكلك لما تنوي عن نهاية، جوا أرضك فوق ملعبك 0-1 مش حكاية. بحبك لما بتمطر سماوينا، هدوء بيعم كل البيت، خلايق ناموا وأنا قاعد، نجوم الليل محصرانا، رسايل قمرك الطايش سلام الكل ما فيكي، عينيكي وشكلك الرنان أنا جايلك بناديكي، ونورلك طريق جفة ومن دفة إلى دفة، نسافر عكا ونعاود ونار الغيرة نسيانا وقلبي لسه متدفى. بحبك لما بتمطر سماوينا، هدوء بيعم كل البيت، خلايق ناموا وأنا قاعد، نجوم الليل محصرانا، رسايل قمرك الطايش سلام الكل ما فيكي، عينيكي وشكلك الرنان أنا جايلك بناديكي، ونورلك طريق جفة ومن دفة إلى دفة، نسافر عكا ونعاود ونار الغيرة نسيانا وقلبي لسه متدفى. خلايق شافوا ملمحنا، تقولش قيس مع ليلى بسينة جميل مخاصمها، تقولش الغيرة فكراهم، تقولش الغيرة قتلاهم، عيون الناس ما نسياهم، وراكبة فوق سطوح بطن مركباهم، ورب البيت أنا راجع برغم الحيرة جواكي، ورغم البعد قساكي، ورغم غيوم سماواكي قليبي والله منساكي. حصل لي الفجر وانزلك وحملك كتافي درب سردابك، ما انا ضلك وانا جيشك وانا طيشك، فامشيرك هواكي يوزن المجنون فيتعقل، وطارا يسطل العاقل فيتجنن ويتفنن ويكتب لك مواويلك. يا سابقة في الهوى جيلك أنا جيلك وقدم لك تحياتي، يا سر الدوشة في سكاتي، يا لماني وحمياني من الغربة، يا صيناني لنا هتلر عشق إيفا، ولا عنتر عشق عبلة، ولا بيرم ولا قدري ولا حداد، أنا أحمد وشيبة قلبي من يومي، شيب قلبك العباد. شيب قلبك العباد. انت ليك ستايل متفرد مع نفسك، مين مثلك الاعلى فيه؟ عشان انا شايما معبك في اسطورك كده بشاعر، مين مثلك الاعلى؟ انا يعني مثلي الاعلى اصل انا جاري شعر كتير خالص لناس كتير خالص في اي يعني جاري شعر. عندك فؤاد حداد، احمد فؤاد نجم، انا لسه عايز اقول لك، انا شايف هشام الجيخ، شايف عبد الرحمن الابنودي، شايف مدارس قويه في شعرك بتستعملها، تنقلك بين البحور والاوزان، اسلوب القائك،
انت خدت فترة طويلة جدا عقبال ما وصلت للمستوى بتاع الإلقاء بتاعك ده. انت سمعت انك واخد جايزة في الإلقاء كمان. انا خدت جايزة خدتها منين جايزة الإلقاء؟ اخدتها من الجامعة في 2011 شهر 4 2011 السنة اللي فاتت. 2011 شهر 4. خدتها ما كنتوا عاملين مسابقة ساعتها في الجامعة؟ كان في مسابقة في الجامعة، خدت مركز أول على مستوى القصيدة وأخدت مركز أول على مستوى الإلقاء. ايه القصيدة اللي خدت المركز الأول؟ تقريبا كانت صفصافة. هي اللي خدت المركز الأول تقريبا. في قصيدة تانية اسمها فاكراني برضو. يا فاكراني. دي وطنية؟ لا، هي ديت بتتكلم عن البلد، يعني انا مش عارف اشرحها، بس هي بتتكلم بتناقش حاجات كتير يعني. او يعني بيبقى في حد كده ليه معزة عند حد معين او منطقة معينة او بيعتز بيها فبيكلمها يعني. فانا ناقشت دي فيها. انت كنت فين وقت الثورة؟ الثورة كنا زي كل الناس يعني. لا، الناس كانوا انواع، في حزب الجنبة، في حزب النت، في حزب الميدان. انت كنت فين؟ انا كنت في حزب الجنبة. لا احنا كنا بننزل، كنا بنصور. امتى ابتدى نزولك؟ احنا نزلنا يعني بعد يعني 3 فبراير 4 فبراير كده نزلنا. ده انت نزلت بعد لما نزلت في لحظات اليأس يا راجل. يعني كانت الثورة اقوى شكل ليه. عفوا، الثورة ما استفزتش ألمك؟ ما استفزتش مشاعرك؟ هي الثورة طبعا شيء ما حدش كان متوقعه يعني. الثورة كان حاجة اللي هو كان الواحد يائس ان هو مفيش امل، مفيش. بالظبط. كان في احباط، كان في ناس بتتغرب، كانت في ناس كرهت البلد، وكانت في ناس بتسافر هجرة غير شرعية علشان خلاص الدنيا قفلت معاها البلد، مفيش شغل ومفيش اي حاجة. مفيش اي حاجة. فالثورة هي كانت هي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى قبل اي تخطيط. ماشي، ده تعريف الثورة. انا بتكلم بالنسبة لك انت، استفزت ألمك، عبرت عنها ازاي؟ تعبير احمد الجميلي انا لحد وقت قريب انا ما كنتش عارف اكتب بصراحه يعني، لان يعني كان المشهد الحدث جواك اقوى من الكتاب. المشهد حاسس ان اي تعبير مش هيجاري. بالظبط. مش هيجاري قيمته، مش هتعرف تديه حقه. بالظبط. طب لحد وقت قريب، طب ودلوقتي؟ يعني بدات ان انا اتجرأ شويه وان انا اكتب كده مشهد انا من وجهه نظري يعني شايف من معاك او فاكره. هي كانت قصيده برضه انا حاسس ان هي لسه مفتوحه، اسمها شيء طبيعي. شيء طبيعي. اسمها شيء طبيعي. كانت بتعبر برضه عن المشهد. قولها على صوتك شويه. شيء طبيعي، شيء طبيعي ومش نخاف، هو ده حال البلد. في اللي يضرب واللي يسكت واللي يكذب واللي يكتب شيء طبيعي، اللي شاعر واللي بيهيص لوحده واللي بيفتح بيبان. كلمة ليكم كنتوا فين؟ مصر زعجت من زمان. اللي بيقول لك دي ثورة واللي بيقول انقلاب واللي بيسبوا الشباب واللي بيكذب أخوه واللي طالع على السفارة ورجعوه واللي صلى في الميدان واللي واقف في الميدان وفي الديانة مختلف، النهاردة قالوا فتنة وبعدوه. شيء طبيعي ياجوا بكرة يقتلوني ويقتلوه، بس طبعا مش طبيعي ان لما الشعب يطلع تمنعوه. مش